حزين، وحيد، الكآبة فول عندك، تدور على سر السعادة، ابقى وياي واسمع هذا القصة. اكو تاجر الله مفضل عليه كلش هواي، وعنده من الاموال ما لا يعد ولا يحصى. ايش عنده هذا التاجر؟ عنده ولد وحيد، والولد هذا مسيطر عليه الكآبة، عازل نفسه، ما شايف دنيا. التاجر هذا سأل الطقاس، قالوا له اكو حكيم ببلدة من البلدان البعيدة، هذا تقدر تشتري من عنده سر السعادة لابنك. هذا هم ما عنده غير هذا ابنه ويريد يشوفه أحسن واحد بالدنيا. حجز الابنه وسفره ذيك الدولة. الابن هم راح ووصل القصر الحكيم، شافه قصر مو طبيعي، تقول بالجنة مو على الكاع. طبل القصر لقى ناس هواي لازم سرى على هذا الحكيم، انتظر سراه وبعد ساعتين وصل سرى هذا الشاب. دخل على الحكيم قال له بابا انت من شنو تشكي وشنو تريد؟ قال له أنا حزين وكئيب وأدور على سر السعادة. الحكيم قال له أريد من عندك تطلع تفتر بهذا القصر وتشوف لي شنو أكثر شيء عجبك بيه، وترجع لي بعد ساعة أنطيك سر السعادة. قام الولد يريد يروح، قال له تعال لي. ها أستاذي؟ قال له هاي الخاشوقة تلزمها بإيدك، وحط له بيها قطرتين زيت. قال له طول فترة تجوالك بالقصر حافظ لي على ذن القطرتين كون ما يوقعن من الخاشوقة. هذا هم كمش الخاشوقة هيك بيده وقام يمشي ويباوع. صعد درج نزل درج، طلع للحديقة، طب للمطبخ، لا في يمنه لا في يسره. خلصت الساعة رجع للحكيم، قال له خلصت الساعة وافتريت القصر كله. قال له شفت الكاشان اللي بالمطبخ؟ قال له لا. قال له شفت الديكورات اللي أنا مسويها بزرع الحديقة؟ قال له لا. شفت التمثال اللي على باب القصر؟ قال له لا. شفت الديكورات وغرف القصر؟ قال له لا. قال له عاد انت من افتريت شنو؟ قال له والله ليش اكذب عليك، انا حرت بذن القطرتين اللي وصيتني عليهن كون ما يوقعن، والتهيت بيهن وكل شيء ما شفت. قال له زين، ارجع هسه عوف القطرتين ذني واخذ فرة ثانية بالقصر وارجع لي بعد ساعة، بس الخاشوقك مشها بايدك واريدك تسولف لي كل تفاصيل القصر. طلع هذا الشاب للقصر نفس الحالة، صعد الدرج نزل الدرج، طلع للحديقة، طبل الغرف القصر. رجع الولد بعد ما اطلع على كل القصر، قال له شفت؟ قال له شفت المطبخ مالتك راقي، والكاشان مالتك درجة أولى، والحديقة مالتك ديكورات زرعها كلش حلو، والغرف عندك كلش كبيرة، وباب القصر شي راقي، وقصرك بالعافية عليك. سر السعادة وين؟ قال له قبل ما أقول لك سر السعادة وين، القطرتين اللي وصيتك عليهن وين؟ قال له من قد ما استمتعت بجمال قصرك وقعن من عند القطرتين. الحكيم قال له هسه أقدر أقول لك سر السعادة شنو؟ سر السعادة أنه تتمتع بهذه الدنيا وتحافظ على قطرتين الزيت ذني. قال له شنو ذني قطرتين الزيت؟ قال له ذني القطرتين الستر والعافية.